نسمي بالله ونصلي على الرسول، ويلا تعالى نعمل مع بعض الجمبري واقولك انا عملته ازاي. والطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت، اقل من 5 دقايق على البوتاجاز. انزلي بمعلقه الزبده، سخنيها خليها تسيح. يلا متنسيش اللايك بتاعك والاشتراك الحلو عشان يوصلك كل جديد مني. وعايزه منكم تطلبوا مني في التعليقات عايزين تاكلوا ايه الفترة الجاية، او عايزين تشوفوا ايه مني الفترة الجاية، وانا ان شاء الله انزل لكم كل جديد وكل حاجة حلوة. يلا ننزل بالجمبري بقى. الجمبري ده متشال كيس الرملي بتاعه ومتنضف كويس جدا، كان منقوع بليمون وخل بس، واديته شطفة بسيطة ونزلت بيه على الزبدة. يلا بقى امسكي بقى الحلة بتاعتك الحلوة كده وافضلي قلبي فيه. شفتي لونه بيتغير ازاي؟ هو كان حلو. انا جايبه الجمبري ده ب400، قسمته على مرتين الكيلو. بالنسبه لي انا النص كيلو حلو. هاتي بقى يلا جزرايه مبشوره، بصلايه، طماطمايه، قرنين 2 فلفل حراق وفلفل الوان و3 فصوص توم. قطعي ده كله. بصي كده هننزل بقى ايه بالتقطيع ده كله. مش شرط فلفل الوان بس اهم حاجه الطماطم والبصل بتعمل طعم حلو قوي، والثوم دول اساسي. قلبي بقى كله في بعضه كده عشان كله يتشوح. صدقيني طريقه سهله وسريعه ومبتاخدش مني وقت ومش مكلفه خالص. لو بتشتريه من بره هتشتريه باغلى من كده بكتير. النص كيلو هيقف عليكي ب350 جنيه معمول. لا احنا هنعمل شوربه وهنعمل جمبري، وطريقه سهله وسريعه وبسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه. بصي انا بفضل اقلب في كله كده لحد ما يغير لونه. خلاص كله بقى غير لونه كده. هننزل بقى نحط البهارات. انزلي بشعرة فلفل اسود، شويه كمون حلوين بقى عشان الشوربه بتحب الكمون قوي، شويه الكزبره، كل حاجه هتبقى ناعمه، والملح. انا عايزه اقولك بقى عندك بهارات سمك حطي، عندك بهارات جمبري حطي، ما عندكيش ما تحطيش خلاص ولا اي حاجه. ده الجمبري اللي هو بشوربه، الجمبري العادي اللي بعمله بشوربه. في جمبري تاني بقى بشوربه السي فود هنعمله مع بعض الوصفه الجايه. انزلي بقى بالميه عليه. خلاص مش محتاج اي حاجه اهو. هنقلب عشان البهارات. ما شاء الله بجد طعمه حلو جدا جدا جدا، وانا بعشق الجمبري والشوربة بتاعته في حتة تانية في حتة تانية يعني. وادي يا ستي خلصنا. عمل معايا فوران كده انا نسيبته بس مفيش حاجة تغلب يعني، مش مشكلة عادي، البوتاجاز هيتغسل. انزلي بقى بمعلقتين 2 كبار خل. حط الخل ده بنبقى خلاص هنقفل عليه، انا كده اصلا يعتبر قفلت. قلبيه بقى كده في الخل وهنسيبه متغطي لحد ما نيجي نغرفه. كنت مجهزه بقى رز بشعريه. خلاص فضيت الرز بشعريه بتاعي اللي انا بعمله بالحبهان والورق اللورا بس، ما حطيتش حاجه تاني، والملح هو ده اللي انا عملته. ما حطيتش المره دي قشطه، ما حطيتش المره دي مرقه، لا عشان ده هيتاكل جنب الجمبري ما يبقاش ليه اي ريحه. هو ملوش ريحه يعني بس مع برضو يعني انا بقى الاحتياط واجب. انا بقى كنت مش عارفه باين انا بودي فين وبحط فين، والله ما انا فاكره. خليكم معايا لحد ما نخلص. انت لسه ما حطيتيش اللايك ولسه ما حطيتيش الاشتراك بتاعك؟ يلا اللايك بتاعك الحلو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني، وتصلي على النبي في الكومنت. اهم حاجه الصلاه على النبي. بصي ما شاء الله الله اكبر. الوان بقى الفلفل الالوان عامل فيه بصوا حاجه جامده ما شاء الله. الجمبري ده يعتبر اللي هو مش الصغير ومش الكبير، هو حاجه وسط كده، بس كان حلو. ما خدش مني وقت وانا بنضفه ولا خد مني وقت وانا بعمله. اسهل حاجه ممكن تتخيليها لو بتعملي شويه رز على البوتاجاز نفس الوقت هو بس. طبعا فضيت كله بقى، حاولت اصفيه من الشوربه واخلي الشوربه لوحدها. عايزه اقولك ان انت ممكن تشتري الشوربه دي لوحدها اصلا بفلوس. دلوقتي الشوربه دي بفلوس، فانتي لو عملتي شوربه حلوه جدا الزبده عامله فيها طعم تحفه، وفي نفس الوقت عملنا
الجمبري شويه الرز بقى. عايزه تحطي بقى سلطه جنب منهم حطي، بس انا يعني انا حبيت الموضوع كده. بس حطي بقى على انا حطيت الليمون اول ما شلت الحله من على النار حطيت ليمون عليها. ممكن الناس ما تحطلهاش ليمون وتحط لها بعد ما تغرفيها كده في الكوبايات او في الاطباق حطي ليمون بس. يلا شوفوا وشكم على خير. اللايك بتاعكم الحلو والدعوه الحلوه منكم. يا رب يكون الوصفه النهارده عجبتكم، وان شاء الله نشوف وصفات تانية مع بعض وحاجات تانية حلوه. اشوف وشكم على خير. سلام.